والله علاقات أكثر من أخوية. يعني أنا أعتقد أن أنتم راكم لاحظتوا الشيء اللي يمس المملكة السعودية يمسنا. أي حدث أي كذا رانا حداهم، مستكثرين خيرهم. السعودية عندها تاريخ معنا. أنا الكويت عندي علاقة طيبة جدا مع آل جابر وآل مشعل، مع الأمير حتى من كان ولي العهد، ولحد الآن نشكره ونزيد نشكره. أعطاني كلمة لما زرته، قال لي نكونوا احنا الدولة الأولى اللي تجي القمة العربية وإحنا الدولة الأخيرة اللي تغادر. وكان صح كما ناس تاع كلمة تاع كلام. شيء تاع قطر نفس الشيء. قطر راكم تشوفوا وين وصلنا مع بعض، مشاريع وعائلة طيبة جدا. أنا شخصيا نعز أبوهم الشيخ حامد والشيخ تميم نفس الشيء، وولي العهد نفس الشيء. ما عندناش مع مصر مصيرنا مع مصر. يعني رانا مصر بيننا وبينهم 60 70 سنة تاريخ تكامل وتخالط. مع السيسي أنا بالنسبة لي أخ، الله يسعد الفتاح السيسي والمصريين كل بصفة عامة. مصر ما عدا المناوشة اللي وقعت تاع شباب هذيك تاع كورة ما كورة، هذيك فولكلور ماهوش علاقة. مصر لما هاجمونا في 63 أول جيش اللي جا الطيارات تاعو الدبابات تاعو هو الجيش المصري، أنا شفته. وأنا ذاك كان مبارك رحمه الله كان سيتي ان بيلوت. لما احتاجوا رجال سيبوا مدين ما قصرش. وإلى يومنا هذا احنا اليوم رانا نعتبر نفسنا في خندق واحد. تبقى الرؤى تختلف حتى داخل بلاد واحدة. الأحزاب ما عندهمش نظرة واحدة. إذن مصر ما عندنا، بالعكس احنا اللي يمس مصر يمسنا، وما نقبلش باش يكون فيها عدوان على مصر ولا أبدا. ورانا بنفس الرغبة اللي كانت عند سي بومدين رحمه الله بالنسبة هو وجمال عبد الناصر هو مع المرحوم السادات ولا مع هذيك أمورهم الداخلية ماهيش أمور يعني. وإحنا اليوم سياستنا هو نتكلف بلادنا. اللي صار عند الناس يهمهم، هم عندهم شعوبهم يهمهم، أنا ما تهمنيش. باقي دولة لما أسميها دويلة يعني باقي يزعبطوا هكا، وهاو يتداخلونا في انتخاباتنا الأولى والثانية، بداخلوا في هذه أو يتهدوا. احنا دوك نفقروهم غير بالتحكيم الدولي اي روح حكم تخلينيش ندم على النهار اللي عرفناكم فيه. احنا نتمنى باش نزيد نواصل نكونوا قوة نتاع استقرار، قوة تاع خير.